على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. Орта Азияда сайттар уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов жана аталган уюмдун комиссия башчысы доктор Саид Абдыразак Өзбекстандын Касансай шаарына иш сапары менен барышты. Анын максаты алардын ата-бабалары, сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын түздөн түз урпагы, таасирдүү имамдардын бири Саид Ибрахим Султан Малик Зарбагыштын кабырын зыярат кылып болду. Мында бири-бирине жанаша жана тыгыз жайгашкан үйлөр ортосундагы кууш жолдор менен барганда эскирген тамдын короосуна кирип, жашыл бак аралап өтүп, аянты бир топ чоң дөңсө жер зыярат кылуу жай экендиги белгилүү болду. Көп уақыттан бері изилдеп ушул жайды көрүүнү эңсеп келген доктор Саид Абдыразак Сайфаддин Аксикендинин Мажму ат-Таварих китебинде Саид Ибрахим Султан Малик Зарбагыш туурасында кенен маалымат бар экендигин айтып баяндап берди. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля сайидина ва джаддина Расулилlah ва али бейтихи ат-таyyibin ат-таhirin al-a'immatil 14 al-ma'sumin hujjajallah ala khalqihi. حضرنا من مكة المكرمة إلى قبر عمي جد السيد منور والسيد عمر سلطان ملك زربغش السيد محمد إبراهيم ابن 10 أئمة ابن العاشر من أئمة آل بيت النبوة الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام سيد الشهداء الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وجدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نقيب السادة الأشراف دكتور سيد عبد الرزاق الهادوي الرضوي الجوادي الموسوي الجعفري الباقري زين العابدين الحسين الشريف، نقيب السادة الأشراف في مكة المكرمة، وهذا نقيب السادة الأشراف في وسط السيد عمر الهادوي الرضوي الحسين الشريف ابن عمنا، والسيد منور من أحفاد السيد أحمد خوجة يسوي أبوه السيد إبراهيم سلطان ملك زربغش. سلطان ملك زربغش عنده ابنان، الإمام علي السيد علي زربغش ابنه، وعنده أحمد خوجة يسوي الذي أرسله إلى طاشكند، ومن طاشكند أرسله إلى تشمكند، ومن تشمكند ذهب إلى يسا تركستان وهناك دفن ومات هناك. هنا مذكور في هذا الكتاب مجمع التواريخ، هذا الكتاب 3 نسخ في العالم فقط لا يوجد، وترجم في قرغيزستان فقط، اسمه مجمع التواريخ، مؤلفه سيف الدين شاه عباس الأخسكنتي، أمره السيد جلال الدين الكاساني بتأليف هذا الكتاب. هذه نسخة بشكك، ويوجد نسخة أخرى في لينينغراد، ويوجد نسخة أخرى في طاشكند. عندي نسخة لينينغراد، لكن نسخة طاشكند إن شاء الله سأحصل عليها. في هذه الصفحة موجود مذكور هنا أن جدي الإمام علي الهادي الإمام العاشر من أئمة آل البيت عنده 6 أولاد، عنده 6 أولاد. الإمام النقي الإمام الهادي أولادي 6 قبر در سامراء، إمام يزدهم حسن عسكري، الإمام الثاني الحادي عشر الإمام حسن عسكري، ولقب عمري 28 سال، قتله المعتمد بالله العباسي قبل در سامراء. وابنه ابن واحد الإمام الثاني عشر الإمام المهدي الذي الإمام محمد المهدي، أبوه الإمام الحسن العسكري. وعنده ابن آخر اسمه حسين، الإمام النقي الهادي عنده حسين أبو زيد، وعنده جعفر الذي يسمى جعفر الكذاب
الذي هو أساس هذه المشكلة التي نحن فيها هو جعفر الكذاب. جعفر الكذاب هو الذي أنكر الإمام المهدي وجوده، مع أنه صلى على أبيه الإمام حسن العسكري وأخذ البيت وادعى الخلافة، واشتكى الإمام المهدي إلى المعتمد العباسي لأجل أن يقتله، وحضر لقتله ولكن خرج ولم يره، رآه كل الجنود. وأيضا إبراهيم، هذا إبراهيم يسمى محمد 7 الدجيل في العراق، بيته في الحلة جنب سامراء. وهذا محمد إبراهيم حين جاء هنا أرسله أبوه مع أخيه جدي السيد علي العسكري، هنا مذكور سيد إبراهيم پدری إمام نقي مدري سمانة خاتون دختري سلطان بغداد. هنا ذكر أيضا أن له 5 بنات زوجهم لسادة بغداد وسادة بلخ وسادة عدة كوهستان وقرتكين. وهذا السيد محمد إبراهيم يلقب بسلطان ملك زربخش. سلطان ملك زربخش هذا قبره، سلطان ملك زربخش، قبر در فرغانة، يعني قبره در فرغانة در بلدة كاسان. إمام وولده إمام علي زربخش، اكتب الاسبوار علي زربخش ينا أحمد خوجة يسوي. كاسان علي زربغش پدر سلطان ملك زربغش، وأمهم مداری خسارة بنت سلطان محمد خوارزم شاه. عمر 50 سال خلافتی بست، 2 سال قبری در کاسان. من شتا اکتا قبره سلطان ملك زربغش. إبراهيم بلسه علي زربخش. 2 سال قبری در کاسان در بهلوی امام إبراهيم سلطانی ملك زربخش. سید محمد پدری امام علی زربخش، مدری دختری تغداری خان کاسان را ابو تغداری خان داده بشیرکند. شیرکند بو چمکند. سید ابراهیم پدر سید احمد مدفونی بشیرکند. سید تقی بو سید احمد بلاسی احمد خوجه است، بو احمد خوجه است. چمکنگا بارده، چمکندا ترکستانگا بار اونشته بو احمد اونشته ازگا. نمیچیر آدم اتده محمد حنفی اولاده. محمد حنفی آنا طرفتن تغاسه بو، لكن ددسه إبراهيم زربغش بو ددسه سلطان أولياء أحمد خوجة يسوي. وزربغش بلسه علي بو باسه ولده أولاده. هذا هو التاريخ القديم. 1200 سنة خرج الإمام علي الهادي، أرسل ابنه الكبير السيد محمد إبراهيم إلى هذه المنطقة ليؤسس مملكة اسمها مملكة زربخش، وابنه اللي بعده علي زربخش، وأخوه أحمد خوجة يسوي جد السيد منور الذي قبره في تركستان في يسا تركستان. أرسله من هنا إلى طاشكند إلى تشمكند إلى يسا تركستان. هذا محمد. وهذه الأساسات صورها الذي عملناها في مكة المكرمة. وهذا جدي، هذا عمي، وهذا جدي. وضعنا قبر الأساس مثل هذا في ترمز سلطان سادات. وإن شاء الله سأذهب إلى هذا جدي ناصر خسرو قبره في أفغانستان في بدخشان في قرية يومكان. إن شاء الله أحاول أن أرسلها إلى هناك. وهذا ابنه مير سيد علي همداني موجود قبره في طاجكستان في كولاب. وهذه صورة قديمة لمكة المكرمة فيها الصور القباب التي كانت موجودة مثلها من قديم، من 1200 سنة يوجد صورة قديمة لقبر عمي السلطان إبراهيم السلطان ملك زربغش مثل هذه القبب. هذه قبة الساعة، وهذه قبة المكتبة السقاية العباس، وهذا بئر زمزم، وهذا المقام الشافعي، وهذا المقام الحنبلي، وهذا المقام الحنفي، وهذا المقام. هذه 4 مذاهب. وكان مذهب آل البيت أيضا لهم حوزة، 5 حوزات موجودة في حوالي مكة. أخذوا الأمان من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بعدم التعرض لهذه المذاهب 4، والمذهب الخامس المذهب الجعفري بعدم التعرض لهم. هذه منارة قايتباي. هذا الشريف من أشراف مكة اسمه قايتباي. الناس يظنونه أنه تركي، لا، هو الشريف قايتباي حفيده شريف مكة أبو نمية الأول. وهذه المنارات انظروا إليها. هذه صورة قديمة 1880 برمين سكيزيوس سكسان، تقريبا برمين إكيوز تقسان جتة هجري، يعني برمين تقريبا اللي يقول والصورة اسكي صورة
Айта кетсек, Султан Сайд Ибрахим Зарбағыш Хусейн Разиялханхунун 8-чи небересі, 11-чи имам. Имам Анаки Ал-Хадийнин чоң уулу болгон. Үй бүлөдөгү аты Саид Мухаммад Ибрахим Ал-Хаскари. Тарихи маалыматтарда Султан Сайд Ибрахим Малик Зарбағыш Косон шаарынын эмири болгон. Алы баскынчы кара кытайларга каршы согушта жеңишке жеткен жалгыз султан катары таанылган. Монгол империясынын негиздөөчүсү Чыңгыз хан дагы Султан Малик Зарбағышка чоң урмат көрсөтүп, анын аймагына кол салган эмес. Султан Сайд Ибрахим Малик Зарбағыш 1136 жылы ааламдан өткөн. Ошондо Чыңгыз хан ага эң чоң күмбөз тургузууга буйрук берген. Биздин доорго чейин жетип келген Султан Сайд Ибрахим Зарбағыштын күмбөзү бийиктиги 18 метрге жетип, чындыгында эң чоң күмбөз болгон. Бул сүрөт 1968 жылы тартылып алынган. Бирок алы Совет бийлигинин динге каршы аракеттеринде талкаланып, ага тийиштүү баалы буюмдар ташылып кеткен. Союз учурунда бул жайдын тарыхына анча маани берилбей, ал тургай жеке кызыкчылыктарды көздөгөндөр тарабынан жерди сатып алуу аракеттери болгон. Бирок ага карабастан азыр бул жайды мамлекет өзүнүн карамагына алган. Ал тургай реставрация иштери каралып жаткандыгын Касансай тарых музейинин директору Мухаммадхан Акрамов билдирди. Анын сөзүнө караганда бул жерде Султан Малик Зарбағыш жана анын уулу Имам Али Зарбағыш менен кошо 4 кабыр болгон. Беде Имам Ибрахим Hazretleri, Zarbaxsh Hazretleri ve o kişinin oğulları Ali ve onun oğulları. Yani 3 kabir bo'lgan. Jami 4 kabir bu yerda bo'lgan. Mana endi sobiq tuzum davrida, sobiq ittifoq davrida bu joylarga e'tibor bo'lmadi, maqbaralarni buzish, boshqa joylarga aylantirish masalasi bo'yicha juda katta ish bo'ldi. Mana O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgandan keyin bular davlat muhofazasiga olindi. Mana shu xok poylarini muhofazaga olindi davlat tomonidan. Demak, mana shu yerda o'sha buyuk tariximiz haqida, buyuk allomalarimiz haqida Zarbaxsh va uning avlodlarining qabri mana shu maskanda, mana shu tepaliklar ostida joylashgan. Mana maqbaraning atrofi devorlari ko'rinib turibdi. Juda chiroyli qilgan. Mana qadimiy g'ishtlar mana shu o'sha davrga taalluqli g'ishtlar bilan, bu uzunchoq bo'lgan g'ishtlar bilan urilgan. Buni restavratsiya qilish, asl holiga qaytarish bo'yicha hozir chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Tarixiy ma'nosi cho'ng bul joydagi eskirgan tam murda mechit bo'lgan. Hozir al foydalanilmay qolgan. Aytsangiz, buni ne mechitmi? Jabılib qolgan hozir mechitmi? Said Umar Olmasxanov jana doktor Said Abdurazak Mekke shahrынан даярдап келген Санжара тактасын жана Ыйык Кабаны 100 жылдан ашык мурдагы сүрөтүн ал жайга жооптуу болгон тараптарга тапшырып беришти. Мындан тышкары ал жерди калыбына келтирип, дүйнө жүзүндөгү мусулмандар үчүн зыярат кылуу жайын түптөө боюнча жергиликтүү тараптар менен бирге макулдашып, ишке ашыруу пландары бар экендигин билдиришти.